عن طريق الاتصال بالستارتنج وبالضغطات. فقاعد عندنا هسه الان 6 عمال يشتغلون، نص على الضاغطه، نص على الستارتنج، ونص على الاوبي اللي هو جهز قدره. فإذا نشتغل هسه حاليا عليها الى ان نوصل الى نتيجه. يبدأ العمل لسائق القطار وكادر الرحلة بشكل عام بعد مراحل تأكده من سلامة القطار وتهيئة الظروف للرحلة. ولكن ما خفايا هذه الرحلة؟ يعتمد سائق القطار على واجبه انه حضوره، يعني شرط انه ب8 او ب7 حسب نوع القطار او تبليغ الدائره له. يعني السائق من يتبلغ يعني مثلا على الواجب مالته يجي، يعني سواء حتى لو كانت بال4 الصبح او بال5 يعني حسب اللايه. فيجي السائق اول ما يجي يصعد للقاطره يقوم بالاشياء اللي يعني اي سائق يقدر يعني يفحص الدهن مالته، المي، يقوم بتشغيلها. التشغيل يقوم ايصال قاطع دوره الرئيسي، احنا اللي نسميه يعني باللغه مالتنا الاوبي، بس هو قاطع دوره يعني باللغه العربيه. ويبدي تشغيل القاطره بتزييت القاطره من هذا الزر لمده تقريبا نص دقيقه، وبعدها يلغيه ويتحول الى زر تشغيل الغاز، وبعدين يضغط على ستار التشغيل، وبعد تقريبا دقيقة بعد الضغط ينهض المحرك. وبعد نهوض المحرك ب5 ثواني السائق يرفع يده، ينتظر فترة 5 دقائق، وبعدين يبدي بتشغيل توليد الطاقة الكهربائية للقاطرة كلها. بعدها فترة يعني 10 ثواني يبدأ بتشغيل ضاغطة الهواء، واللي معتمدة القاطرة عليها كلها. يعني القاطرة ما تمشي إذا ما يتم توليد ضغط يعني هواء للقاطرة. وبعدين هاي اللي قدامك هاي الجيتشات اللي يعتمد عليها السائق قبل تسيير القاطرة، من ضغط الدهن إلى ضغط الغاز إلى الفولتية إلى الأمبيريا مالتها إلى التيار مالته. وهذا الجيتش مال السرعة مالته هو اللي قدامك، هاي السرعة، لأنه هو مقفول على 135 ورا 135 القاطرة ما تمشي توقف. هاي لوحة العطلات يعني مالتها الأعطال مال القاطرة، وهاي جيتشات مال الهواء. وبالنسبة للجهاز اللي أمامك هذا جهاز يعني بالمستقبل راح ينطي السرعة مال السائق، يحدد له السرعة من محطة إلى محطة. واثناء دخولك للمحطه السيطره ببغداد جهاز، وكل محطه موجود برج له، فيناديك هنا بالكتابه يقول على السائق الدخول للمحطه والخروج. فاذا كان بامكان انه اطلع قبل، يعني اطلع الى الامام، يعني اتحول للمحطه، فانطي نعم يس يعني بالهايه. او اذا عندي فد عطل او في الشغله واريد اوقف انطي لا، فهو راسا يبلغ المحطه انه اتوقف بهاي المحطه بالمستقبل بعد ما. بالنسبه لعمل سواء عملنا كقطارات مسافرين، قطارات المسافرين من واجب سائق القطار ايصال المسافر بامان الى المحطه التي يرغبها المسافر، كان تكون الحله، ديوانيه، السماوه، ناصريه، البصره، اضافه للمحطات الفرعيه الموجوده على طول خط السكه. مثل ما قلت احنا عملنا يعني عفوا الركاب والمسافرين هم امانه في اعناقنا، ومن واجبنا كسواق قطارات ان نوصلهم بامان لهذه الاماكن. هاي بالنسبه للمسافرين. اما بالنسبه للبضائع يعني قطارات الحمل مهما كان هذا الحمل، مواد غذائيه، مواد صناعيه، مبيدات زراعيه او غيرها، نوصلها ايضا بامان لاماكنها المختصه بالوزاره، وكل هذا يتحملها سائق القطار. والسبب نقول سائق القطار لان سائق القطار هو الذي يقوم بقياده الاله وايصالها بامان الى اماكنها. طبيعه عمل يعني طبعا اجي مثلا تبلغت على قطار، هسه مثلا خابروني قالوا تعال تطلع قطار للبصره، اجيت هيئه قاطرتي، انا اجي قبل مثلا ساعتين اهيئها انظفها
اترس ميها، افحص غازها، افحص دينها، اشوف كهربائياتها، اشغلها. بعدين من اشغلها باوع على الاجهزه مالتي، اشوف يعني وضعيتها زينه مو زينه. يعني شغلي مضاعف، لازم اتابع هاي كل الشغلات حتى من اطلع انا مرتاح بامان. واذا لقيت اي خلل اتصل بالمسؤولين اقول لهم يابا اكو خلل فلان شو تقولون؟ اذا اطلع على مسؤوليتكم، لان انا ما اتحمل مسؤوليه. فهو يعني يخابرني هذا يقول لي أو رجعها او الغي فلان شيء واطلع. فاتوكل على الله، اطلع على قطاري واستمر بيه. عدلها مال الجو قاعد الفوق. مهنة القطارات أو قطاع السكك الحديد تحمل في ثناياها خبرات وإمكانات، بعضها نال شهادة بخبرته ولخبرته، وبعضها أخذ الأمر والشهادة بطريقة أكاديمية. هو أنا خريج إعدادي الصناعة. أنا ما تعينت بذاك يعني بذاك الزمن، لأن شربت 3 دينار، فما يعني التعيين ما يخدم الواحد، فظليت أقضي أشغال حرة يعني عمالة وهاي الشغلات لحد هاي اللحظة. إيه وأنا شو اسمه. وبالنسبة للأجر يعني هسه أفضل من التعيين. يعني أنا بالنسبة لي يعني هسه الأجر هسه تعيينات ماكو. إيه هسه حتى لو تقدم على التعيين أول شيء يفضلون أبو الشهادة، وأنا ما عندي شهادة. إيه فلذلك نختار نشتغل ويا المقاولين ويا هذا ويا شو اسمه بهاي الأجور. إيه يعني والحمد لله والشكر. يعني الأجر 25 يعني ها مثلا يقول ماشي الحال. خريج معهد التكنولوجيا، تعينت حسب التعيين المركزي على وزارة النقل والمواصلات الشركة العامة للسكك، دبلوم فني. فتعينت بدرجة معاون ملاحظ بالبداية، وتدرجت بالوظيفة حسب الضوابط. كل 4 سنين اترفع إلى ملاحظ وإلى رئيس ملاحظين. بعدين انه احنا درجات تختلف هنا عن دائرة، كل دائرة عن دوائر الباقين لمؤسسات الدولة. فاحنا هنا عندنا مأمور فني ورئيس معاون مدير فني ومدير فني، وفدرجة صرت هسه مدير فني بمعملنا هذا اللي يضم قاطرات العراق، معمل تصليح قاطرات السكك الحديدية. احنا كخريجين معهد سكك دورات تدرج، انا حسب الدوره 15 واكو 16 واكو اكثر واكو اقل من عندي، نرفد هذه الشركه بخبراتنا، لان احنا اختصاص سكك وحصرا نتعين داخل مؤسسه السكك، ولا نقبل بكل دوائر الدوله، لانه معهد السكك للتدريب المهني كان ينطي مخصصات للطلبه، وبعدين احنا نجي نتعين ضمن هاي الشركه. اولا انا خريج معهد سكك الدورة 11 سنة 1979. بعد التخرج التحقت بالخدمة العسكرية. تعرف بهذاك الفترة يعني الخدمة العسكرية كلها طويلة جدا. فلما انهيت الخدمة العسكرية تعينت بهذه الدائرة بتاريخ 1989. تعينت بدرجة مأمور فني. وعندنا هنا درجات وظيفية من مأمور فني إلى مراقب فني، بعدين يصير هاي درجات، لأن درجات السكك الوظيفية تختلف عن الدرجات الحالية. يعني سابقا مأمور وناظر، هسه لا تغيرت صارت معاون ملاحظ لهالدرجة، إلى أن حاليا هسه وصلت بدرجة مدير فني.
مسؤول قسم الميكانيك في شعبة صيانة قاطرات غرب بغداد. السكك الحديد أو القطارات مر عليها تغيير عظيم، فبعد أن كانت مهنة ذات إنتاجية عالية النسب وإنتاجها يظهر واضحا على أرض الواقع بشكل ملموس، أصبحت ولظروف منها الظروف السياسية التي مر بها العراق وما شهده من تخريب أعقب سقوط النظام المقبور، أصبحت مصابة بأمراض وعلل، رغم أن العمل في إشفائها من هذه الأمراض جار على قدم وساق، إلا أنه بات ذا تأثير بسيط كانت من ملامحه تغيير طبيعة هذه المهنة. كان عندنا في السبعينات والثمانينات نوعين من القطارات، قطارات بخارية اللي تعمل بالنفط الأسود أو ما يسمى بالفحم والبخار الماء، وعندنا قطارات ديزل. مكونات القطارات الديزل أو أنواع القطارات اللي كانت الموجودة عندنا من كثير من البلدان، كانت عندنا الأمريكية واليابانية والإسبانية وألمانية وفرنسية، وأما الآن اللي تشاهدون هذا القطار الخلفي هو نوعية من الصينية من 2002. هذا القطارات تعمل بالمادة الديزل وعملها جيد والحمد لله، وإحنا إن خبرة بجميع هذه القطارات اللي ذكرتها سلفا. قطاراتنا الحالية العربات، وليست هذه القاطرة التي خلفي، القاطرة اللي خلفي هي حديثة. أما العربات من عام 1980 وعربات قديمة وعربات مثل ما نقول تعبر تراب للمسافر، يعني ما بيها ذيك المتانة. السبب لأنها عربات قديمة، وعليه هناك يعني مشروع باستيراد عربات جديدة إن شاء الله بالمستقبل القريب، تأخذ بعض الوقت، ولكن إن شاء الله إحنا نوعد مسافرينا الكرام عن طريق المسؤولين اللي أوعدونا بأن هناك تم عقود مع كثير من الدول لتوريد قاطرات إلى عربات إلى العراق تكون فيها جميع المواصفات التي تريح المسافر إن شاء الله. نعم، هاي القاطرة اللي قدامك اللي موديل 2002 طبعا أحدث قاطرة دخلت للمنطقة هي هاي القاطرة، بيها امتيازات بالنسبة للسائق، اكو يعني بيها شيء يفيدك، يعني يفيدنا احنا بالنسبة لنا على اعتبارها 2002 واحدث قاطرة. لكن انت تحاكيني على القاطرة على الآلة، لا، انا اقول لك سوي لي خط وطيني وخذ من عندي قطارة واصله لك بكل امان وين ما تريد وبوقت قياسي. لكن اذا الخطوط مالتنا كلها تعبانة والناس اللي جاي تشتغل عليها مع احترامي يعني مو اهل العملها، يعني جاي يجون مقاولين، انت ليش تجيب مقاول من الخارج تعطيه مبالغ يستفاد من عندها هو وتستفاد من عندها غير ناس وشغل ماكو؟ اخي مو هذا منتسب عندك موجودين، انت بدل ما يعني مو يقول احنا الاقربين اولى بالمعروف، هو هم عمل معروف انت راح تسويه وهم راح يقدم لك هذا عمل على اعتبار شخص معني بالامر يشتغل بالسكك. انت ليش هسه الخط مال كركوك هذا مال خط بيجي القائم ليش نمشي ب 120؟ نمشي ب 130، لان خط مو جنط، خط لحيم كله وتمشي به براحتك وما تخاف تعابرات من النوادر. لكن خطنا هسه احنا منا من بغداد تطلع للبصره تقول 80 كوشن على 5 على 10، قطار مال المسافرين على 5 على 10 يمشي، وين اكو هيك؟ من قبل كان بالنظام البائد كان ما حد يقدر يتقرب للقطار بصراحه، يعني القطار او سائق القطار ما حد يتقرب له، ما حد يتجاوز عليه قيد شعره. ليش؟ يخافون من القانون، لان كان القطار له هيبه. هسه اذا مثلا مكرم السامع اذا دعمت لك جاموسه او اي حيوان او سياره عشاير وفصول وكانما انت جاي تشتغل بعشاير مو بدائره وقانون، يعني ما لك حمايه تحميك. والدليل موجود بامكانك ان تشوف، يعني اكو شباك من يعني من ستافنا موجودين دفعوا فصول هواي العشاير زين، فما حد يحميك. طبعا هسه الفتره تختلف عن الفتره القديمه، هسه اصبح عندنا نوع من الانخفاض بمستوى الاداء العمل وانخفاض بمستوى التصليح.
وانخفاض بمستوى الحركه عموما. يعني احنا كنا قبل ما يعادل ال 20 الى 17 قاطره يوميا تدخل، اللي منهن فحص واللي منهن بيهن عطل واللي بيهن تصليح. هسه حاليا يعني انا اقول لك باليوم يمكن ما تجينا 3 قاطرات 2، لانه الحركه مال السكك اصبحت ضيقه وماكو تعاون من الوزارات، هي كلها تنقل بالسيارات، ما حد بدا ينقل من بالسكك، لا التجاره وزاره التجاره ولا احنا كنا كل الوزارات بما فيها وزاره الدفاع. يعني احنا كانت عندنا قطارات عسكريه تنقل قطاعات عسكريه من البصره الى الموصل، ما يستغرق السفر يومين او يوم ونص بامان ومحافظه على المعدات ونقل اللي يريدون الوزارات المواد اللي تنقل كامله كانما سوى كنت محملها، المحافظه عليها وهم تنية امان وهم تنية سرعه وصول واوقات مضبوطه. انا عندنا هنا دائره مختصه بالاوقات وحركه القاطرات، انت تعرف القطار اللي انت محمل عليه جنابك كتاجر او جنابك كمدير دائره باحدى وزارات الدوله، تعرف القطار اللي انت محمل عليه بضاعه من الميناء الى فلان محافظه يصل بفلان يوم عن طريق دائره هنا بالسكك تعطيك اياه، تروح انت تستلم موادك كامله كما حملتها من الميناء. هسه حاليا احنا نعاني من انخفاض بمستوى هذا العمل. كل الوزارات بدات تنقل، حتى السكك هي اصبحت الان شويه مثل فشي متروك، فاصبح يعني عاجز عن اداء فعاليته، خطوطنا تعبانه ماكو لها ادامه، تعرف انت السكك تمشي على خطوط مو شارع عام، حتى ممكن نمشي على تراب يقلل السرعه، لا احنا نمشي على السكه. هاي السكه الان اصبحت هي قديمه من زمان الستينات والسبعينات، الان اصبحت ما تتحمل اللود، ماكو عليها صيانه، كانت قبل عليها صيانه دوريه مثل شلون احنا نسوي صيانه على القاطرات، هم كانوا يسوون صيانه دوريه على الاجزاء المتضرره وعلى الاجزاء التعبانه، تبديل تصليح، القطار يطلع سرعه ويطلع ساعات وصول مضبوطه. الان اصبحت السكك عندنا الخطوط شويه تعبانه. عمال السكك الحديد الذين اتفق وجودهم هنا ونحن نصور هذا التقرير تعاملوا مع تقريرنا هذا بنبذ ذات عالي، حتى أنهم أخذ على شكواهم طابع الشكوى العامة المسلطة على العمل فقط، لا الشكوى الفردية المختصة بهم كأفراد أو كعمال. والله بدنا نشتغل بالممكن، يعني كله موجود، ما عندنا لا أدوات احتياطية ولا معزنون، يعني بدنا نشتغل بقدرة قادر، يعني هل موجود عندنا إمكانياتنا وإمكانيات المهندسين اللي مساعدونا بها كلها بدنا نشتغل بها، يعني ما عندنا شيء يقول لك شلون نسوي الفاردات، يعني احنا بدنا نسويها هي بالقدرة، بدنا نمشيها المكان، يعني يجينا ضغط علينا إلا تكملوها ما نقدر ننوم ماكينه، لأنه شغلنا هواي، واكو بيهم يقولون ماكو قطارات تشتغل، لا بالعكس قاعد قطارات تشتغل والموده يشتغل والعمل حيل متضغط عليه، يعني نشتغل من الصبح للساعه 3، وهذا الشغل كله واكثر شيء كهرباء، يعني الكهرباء مو سهله طبعا، هي اكثر شغلات يطلع بها كهرباء، والكهرباء قاعده يشتغلون، والعدد العمال كلش قليل عندنا، يعني هل موجود خطه يذبون كادرهم كلش على الكهرباء وما يلحقون، ماشيه قدره الله. بالوقت الحاضر هسه عندنا هاي القاطره الصينيه المنشا، هاي اجت بحدود 2002 و2001 بدات بالاونه الاخيره تتدهور حالتها، لان العطلات اللي تصير بيها ماكو قطع غيار، فنحاول نفس الاجزاء نعيدها ونسوي لها ادامه، بس الادامه مو مثل شيء جديد،
فهسه القاطره بالذات جت بها عطل بالمنظومه الكهربائيه، وهسه بالوقت الحاضر نقوم بصيانه او تعديل عطل الضاغطه الكهربائيه. هي بها مجموعه ضاغطات اثنين مربوطه على الستارتنج، لان هي المولد مالتها خاص ذاك المحركات تركشن موتورز، واكو لا اكو جنريتر خاصه تغذيه الضاغطات على مود تولد الهواء لغرض اجراء عمليه الصيانه الفرمله وبعض الامور الموجوده اللي تحتاج. يعني عندنا صمامات كهربائيه الا بها هواء، واكو مجموعات دوائر سيطره تعتمد على الهواء، فاذن كلهن على الضاغطات، والضاغطات كلهن يشتغلن على المحركات. وهسه عندنا عطل باحد المحركات، فاحتمال لو نسوي له صيانه او يتم تبديله، والتبديل مالته راح يصير من غير قاطره لان ما عندنا محركات. نباوع هيك مواقف وهيك شغلات اعمال صيانه للمعمل ما تنجز بصوره صحيحه. ابسط مثال هاي صبه يمكن صار لها 3 سنين ورايا، صار لها 3 سنين يوميه، سوء المقاول وسوء العلاقه بينه وبين السكك، وما اعرف كتابنا وكتابكم، اوامر غلط، سلف غلط، ما اعرف. يعني احنا نعاني. هسه ذاك اليوم صارت مطره ما قدرنا نطلع لانه ماكو طريق الا تدوس بالطين يلا تطلع، ماكو دائره. فاحنا يعني من خلال قناتكم اطلب من السيد الوزير يدز لنا لجنه، يدز لنا وفد من الوزاره، من السكك، انه يسمع من عندنا ارائنا، يسمع من عندنا معاناتنا، يرفع من شان هاي الدائره. لانه احنا هسه قد ما يجونا يعني ونحكي ماكو واحد اللي يقول يابا انتم سجلوا لي النقاط وانا انفذها. انا اعاني من هاي الدائره واريد واحد يجاوبني من خلال قناتكم توصل هاي الحكايه. هاي الدائره حرامات هيجي، هاي الدائره كانت تضاهي دول العالم. انا قديم قلت لك وطالع افادات عن طريق تدريب القاطرات 3 مرات انا رايح الى تركيا، تدريب على القاطرات التركيه، لان عندنا نوعين قاطرات تركيه. فاعاني انه اللي يجي يخلي هاي النقاط قيد التنفيذ، وان شاء الله يرجع المعمل احسن من قبل. احنا بالنسبه ان من خلال خبرتنا بالعمل من يصير عندنا عطلات وماكو ادوات احتياطيه، شو نسوي؟ ندور على بدائل من قاطرات قديمه، مثلا الاورنج، واشر، شبنه، بوري، جوين. هاي ندورها من قاطرات قديمه حتى نديم العمل. احنا ما ننتظر الشركه مراسلاتكم كتابنا وكتابكم، الماده تجينا ورا شهر، بينما احنا نجز القاطره خلال ايام حتى ما نوقف شغل. احنا نريد الشركه تدعمنا، لانه هذا القلب النابض، هذا المعمل القلب النابض للسكك. لو ما القاطرات تصلح هنا ما تقدر، ما يمشي قطار، ما يقدرون، كل السكك توقف. فانتم غير تديمون القلب النابض للسكك وتحتضنوه وتقدموا له الدعم حتى تمشي الامور. احنا قايش هسه ما نقدر، ما عندنا قايش. اذا ضاغطه انقطع القايش، الكوبلن مالها انقطع، ما نقدر ما نلقى بالمخازن. عندنا مخازننا خاليه الا من ادوات احتياطيه قديمه مال سنه ال70. احنا نشكي من الادوات الاحتياطيه، نشكي من الخبرات اللي احنا يعني هسه انا بهذا العمر، يمكن عمري بال50 سنه، ويمكن انا اصغر واحد بالدائره، او من الاعمار المقبوله نقدر نسميها عمر 50 سنه. هسه تسالني السبب، تقول لي ليش؟ اقول لك السبب لانه ما عاد السكك التدريب المهني سد ابوابه، فما راح يرفد هاي الشركه بالخبرات. هاي بالدرجه الاولى. الادوات الاحتياطيه يعني ومعوقاتها والدول اللي ترفد لنا الادوات الاحتياطيه وكتابنا وكتابكم، انجبرنا احنا نلقي بدائل من القاطرات القديمه او تصنيع يدوي. يعني تصور صمام مال ضاغطه، اللي هي الضاغطه وكل الفنيين يعرفون مسؤوله عن الهواء، هواء القاطره، الفرمله. احنا نجيب مال مروحه واللي هي مروحه كهربائيه الرهمه على مال الضاغطه وبالعكس. العمل في السكك الحديد عمل شاق خطر، تكمن خطورته في أنه يتم فيه التعامل مع مكائن كبيرة وذات أوزان ثقيلة، مما يتطلب حذرا شديدا وانتباها من العاملين. تحدثنا إليهم سائلين إياهم عن خطورة هذا العمل، فقالوا: والله احنا شغلنا شغل صعب حيل، يعني شغل ما بي لا خطورة
لا بمكافآت، ها شكر وتقدير يجي يقول لك نشكرك وتقدر، كل شيء ما يجينا يعني الحقيقه، بس على هالقد الراتب والشهاده. يعني قبل اسبوع توفى عندنا واحد، وراها قبل شهر مهندس داست عليه ماكينه قطمته نصين، تصور نصين قطمته، نصين منها جثه يعني صار، لا خطوره لا شغلات لا هاي. قبلها واحد وقع عليه السقف ونقص سمعه، يعني ماكو شيء، اي خطوره ماكو. كل هاي يقولون انتم ما عندكم خطوره، على اي اساس ما عندنا خطوره؟ يعني كل هاي الخطوره، ذاك اليوم واحد هنا طقت عليه كهرباء، يعني ها فولتيتها قليله لكن تيار عالي كلش، يعني عندنا نشتغل عندنا الروسيه 110، هاي 74 لكن تيارها كلش عالي، يعني اذا اي جد حصير عنده راسه يتاذى، وخاصه ديسل الميكانيك والمكاينه كلها بالطن والطن وشويه. وهل تشوف العمار نصيات، وذاك يوم التواليتات يلا فتحوا لنا اياها، يعني شوف المكان، يعني سيارتنا ما يدخلوها جوا، يعني تصور السياره نذبها بالاخير يقولون ندقها مشي من هناك لهنا. ماكو يعني عمليه مثل ما نقول سلامه بالنسبه للمنتسبين اللي قاعد يشتغلون، والخطورات اللي يعانونها، لانه داخل القاطره، لانه بالخارج هسه اي قاطره تجي عليه من الخارج والضربه دوكر، الفني اللي موجود بالداخل راح يتعرض للاصابه بدون ما يدري. اضافه الى هذا لو تجي وتشوف اي بدل خطوره ما عندنا بالنسبه للمأوى، يعني سابقا كان موجود هنا بدل خطوره وبدل ضوضاء يحسبونها مهنيه، هسه الحمد لله بالنسبه لدائرتنا لا بدل خطوره ولا مأوى، وكثير من الفنيين يعني تعرضوا للاصابات وكانه شيء عابر، يعني ماكو فد يعني التفات لهالوضعيه هذه. السلام عليكم وعليكم السلام منتهى، لان اللي هناك ما يدرون بحاله المأوى وبالمشاكل اللي يمرون بها الناس داخل هذه الدائره. كطبيعه عملنا وخطورته، لانه احجام ثقيله للكوارات والبساتم، يتطلب الدائره انه تمنحنا خطوره. واحده من الحالات قبل فتره اثناء العمل واحد من الكوارات ضربني في هاي المنطقه وادت الى اصابه بالجفن الايمن العيني وخياط، وصار عندي ارتجاج بالراس. هاي اضرار العمل ومساوئه، وما عندنا قضايا السلامه المهنيه، ما عندنا كرين ممكن انه باي لحظه يعطل، ممكن باي لحظه انه يضربك الكرين، فمعدات ثقيله ما تقدر تسيطر عليها، مو مثل الفيتر اللي خارج العمل، ممكن انه سيارات صغيره ممكن جهد يدوي. احنا مو جهد يدوي، احنا اكثر شيء جهد الكرينات الثقيله. والله هو اعتيادي بينزل بيها خطوره، مثلا نوبات انا دا اشتغل انا جك بدل دا يشتغل واحد ما يدري يطقها، يعني هاي الشغلات الخطره. بس احنا شنو دائما ننتبه، ما نشوف لابسين كفوف، واحد من يطق الجك يخبر جماعته حتى لا توقع على واحد. ونوبات مثلا تنتبه من شيل حديده، من شيل دريسه، من شيل فشي، تنتبه على الباقيين. اي فواحد اذا ينتبه ما يصير به خطوره. سر الإبداع في العمل مهما كان نوعه هو حبه الذي كأنه يتجلى عند البعض فيصبح إيمانا وعملا وعلما. هذه المقومات وجدناها هنا في هذا المكان، في هذه النماذج من العاملين في قطاع السكك الحديد، والذين تفانوا في حبهم لهذه المهنة وأبدعوا فيها. قبل إذا كنا نشتغل الخوف، أما هسه احنا نشتغل الضمير، لأن كل واحد صار عندنا وعي ديني وإسلامي وإرشادي، وقام يشتغل عنده ضمير، يشتغل ضميره ويشتغل لقمة الحلال مالته. احنا بإصرارنا وتراكم خبراتنا دا نطلع القاطرات وتعمل بالشكل اللي مطلوب، وإلا يمكن يعني مو واحد يحمد نفسه، يمكن لو غيرنا ما أعرف يعني كذا سنة لازم يتوقف المعمل. فاحنا يعني عاهدنا بلدنا وعاهدنا مدراءنا وشركتنا بأن هاي القاطرات تمشي، فم المعوقات جدا 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 كثيرة. والله احنا هاي يعني بالنسبه لي احكي هاي دائرتي وعشت بيها، وقلت لك انا من يوم اللي تعينت بهاي الدائره الى هاي اللحظه اللي انا ملتقي بجنابكم وبقناتكم الموقره ما طلعت الغير دائره داومت. فاني احب هاي الدائره، لان هاي الدائره هي اللي اعطتني اسمي واعطتني سمعتي، وبالفعل هي زادتني خبره وزادتني انه اكون انسان ذو فائده بالمجتمع، وانسان مو ضار، انسان نافع.
من خلال هاي الدائره اللي قدرت ان اصير شخص ذو فائده بالمجتمع، مو شخص ضار، شخص ذو فائده. هاي الدائره احنا هالقد ما تفاعلنا وياها واشتغلنا وسهرنا ليالي، تجي علينا ايام وتجي علينا، فاني احب هاي الدائره. وهاي الدائره مثل النفس تصعد وتنزل وياي. هسه حاليا انا دا اتالم جدا. بالنسبه انا جدا اعشق عملي رغم كثير من الامور السلبيه اقولها اللي نمر بها، لكن انا اعشق عملي. يعني رغم اكو جهد ونمر بحالات شد عصبي ونمر بحالات سهر، لكن احب عملي وصار لي 32 سنه بي، وعرضت علي كثير من الامور او من الاعمال غير عمل سائق القطار رفضتها. حبي لعملي ولهذه الاله اللي احببتها منذ الصغر، منذ من كنت طالب من متوسطه، من كان يمر قطار البخار انذاك وكان يطلق الصفارات، فكنت لم اسمع مجرد صفاره بل كنت اسمع سيمفونيه. فلذلك احببت القطار واصريت ان اصل لهذه الاله واقوم بتصليحها وبقيادتها حبا بها. ما عندي غيره. قلت لك انا مبدئيا انا خرجت بال 83 وما اشتغلت اي شغله، وهاي شوفها اصابت اثناء الواجب، هاي باحه اصابتي هاي اثناء الواجب وما عفت عملي، ودفعت من دم قلبي وسويت عمليات 2 وما حد هاي الدائره تسمعني، واذا يشوفون هذا اللقاء خلي يجاوبون يقولون لي هاي الاصابه قديمه وان شاء الله تتشافى. بالنسبه للشغل انا اكون صريح وياك، اول ما تعينت بس جيت معهد السكك، ما اعرف شنو يعني انه اتعين سايق قطار او اي، ف تعين السايق ان اجرب هذا الشيء اشوفه يعني بحياتي في شيء جديد. وبصراحه من تعينت وكملت دراسه وحبيت الشغل وما قدرت يعني، وحاولت انه اجد غير شغله ولقيت يعني من يعين انه القى لي غير شغله بس ما قدرت. يعني شيء يعني شلون نقول انسان هذا الشيء احبه يعني، لانه كانه هذا الشيء احبه انا من الطفوله يعني، شيء ما اقدر يعني ما يعني اتصور احنا بالايام الاحداث بخطورتها، جيش ماكو، شرطه ماكو، امن ماكو، باي اول ايام انا اجي للقاطره مالته وهي نفس القاطره، هاي نفس القاطره اللي بيها انا وحافظت عليها لحد ما استدب الامن وهاي، فالتقيس من هالنوع هذا يعني احب شغلتي لو ما احب. الاستمرارية في العمل وتقادم الزمن وتعاقب الأيدي المشغلة لأي حاجة أو سلعة من السلع والحاجات تعتبر عوامل مؤثرة على هذه الحاجة. والقطارات أو السكك الحديد بشكل عام أمر ينطبق عليه هذا الكلام، فلا بد لها بين فترة وأخرى من تطوير وإعمار حتى تبقى بالصورة التي تؤهلها للعمل في الشارع. كاميرتنا كانت شاهدا على خطوة في سبيل تطوير السكك الحديد في العراق، فاتفق أن نكون هنا وفي ذات الوقت هناك مفاوضات لعقد اتفاقية تطوير السكك الحديد بين العراق والصين. الحقيقة بالنسبة لهاي القطارات هي طفرة نوعية كبيرة بالنسبة للسكك، لأن هيك نوع من القطارات وإن كان يعني استخدم في أوروبا والصين منذ فترة أكثر من 20 سنة، نظام التشغيل مالته نظام مريح جدا مثل ما قلنا، لأنه ماكو مناقلات على القاطرة. يعني القطار يجي إلى محطة، كل اللي يصير السائق يتحول من هذا الراس إلى هذا الراس الثاني ويرجع القطار. هاي نظام يسهل عملية التشغيل. ثانيا عملية فصل العربات كنا احنا نعاني من عندها، من تعطى العربة لازم نفصل ونجيب غير عربة وتتأخر العملية ساعة ساعتين، هاي المناقلات. هنا التعامل راح يصير مع السيت بالكامل، أي عطل في أي عربة ما حد يعني يقعد ينتظر، فنجي لذلك نعدد السيتات هواية، نجيب سيت آخر أسر مكانه لحين ما يتصلح العطل الموجود في أحد العربات. فلذلك راح تكون التعامل بالصيانة مع هيك نوع من القطارات تعامل واحد، حتى الورشة مالته ما راح يكون عربة، يكون على شكل سيت كامل. احنا الحقيقة كان العرض مفتوح للأوروبي وللصيني. الأوروبي سعره كلش عالي وفترة تجهيزه أيضا عالية، مثل العربات، يعني عربات من اللي نتعاقد وياها يقول لك 3 سنوات يلا نعطيك كل باتش، يعني كل شحنة. الأوروبيين بطيئين في الإنتاج، الصينيين الأسرع.
لذلك رحنا إلى الحل الوسط أنه نطلب قطار صيني ولكن بكل معداته الغربية. وهم الآن محرجين من هاي النقطة لأنه تأخرهم. يعني كل المحركات، كل البيرنات، كل الكنترول، كل الأشياء المهمة كلها من أوروبا الغربية. يبقى هم حصتهم بس يعني القشر والكراسي. فهذا هم كانوا كلش معترضين عليها، باعتبار احنا رحنا شفناهم وشفنا قطاراتهم، والحقيقة صعدنا بقطارات صينية تمشي 350 كيلومتر بالساعة. فقلنا لهم هذا هو اللي نريده ولكن ليس كهربائي ديزل. وتعاقدنا على هذا الأساس وعرضنا كل ما نريده على هذا الأساس، وشرطنا أنه كل شيء محرك كهربائي يشتغل بالقطار، وكل محرك اعتيادي ديزل يجب أن يكون مستورد من أمريكا، يا أما أمريكي يا أما ألماني غربي أو أوروبي يا أما ياباني. ووافقوا على هذه الشروط، ولذلك صعد شوي السعر أكثر من الاعتيادي. وإن شاء الله احنا راح نبدي أيضا نروح يمهم ونفحص عليهم، وخلينا جهة أوروبية فاحصة طرف ثالث حتى هي اللي توقع على الفحص. ويعني إن شاء الله نحصل في الشيء اللي نريده، بحيث ما يكون الناس اللي يقول عليه هذا صيني.